النهارده بقى انا جايبه لكم وصفه جميله جدا واقتصاديه جدا جدا جدا. تنفع للغدا وتنفع للعشاء وتنفع كمان لجوع اخر الليل. وصفه النهارده مكرونه بالخضار بس رهيبه. خليكم معايا وخليكم مع فوش في المطبخ علشان تشوفوا الخطوات بالظبط، ولو انت مغترب هتقدر تحضرها بمنتهى السهوله. ويلا بينا عشان نشوف الخطوات. اول حاجه هجيب الحله او الطاسه او ايا كان اللي هنشتغل فيه، وهنحط كده معلقتين كبار او شويه كده من الإدام اي نوع، وبصلايه كده متقطعه مكعبات، بصلايه وسط، وهنقطعها مكعبات ونبتدي نشوحها على النار لحد ما هتاخد اللون الذهبي الحلو. وبعد كده ننزل بمعلقه من الثوم، يعني حوالي كده 4 فصوص او 5 فصوص، نهرسهم كده كويس. وبعدين نبتدي نشوحهم مع البصلايه. اهم حاجه نشم ريحه التومه كده تطلع، يبقى كده تمام. وجزرايه كبيره بقى هنقطعها مكعبات، وهننزل بيهم على البصلة والثوم ونشوحهم لحد ما الجزرايه تبتدي تدبل معانا شوية. وبعدين هنبتدي ننزل وراها على طول بالكوسة بتاعتنا. وبالنسبة للخضار ما تتقيدوش بأي نوع خضار يا جماعة، الخضار اللي انتوا بتحبوه ضيفوه. انا حطيت كوسة وجزر وفلفل الوان، انتوا ممكن تستخدموا اي نوع تاني، ممكن فاصوليا خضراء، ممكن بسلة، زي ما انتوا حابين، ممكن مشروم، ممكن بروكلي، اي نوع انتوا حابينه مفضلينه في الخضار استخدموه. بعد ما شوحتهم كده هنسيبهم دقيقة على النار عشان يتبلوا. وبعد كده هننزل بمعلقة او معلقتين من الصلصة الجاهزة بتاعتنا، وهننزل نبتدي نشوحها لحد يعني معلقتين كده من الصلصه هينزلوا على الخضار بتاعنا، نديهم تشويحه. وهنبتدي ننزل معاهم بكوبايه كده من عصير الطماطم، يعني حوالي طماطميتين كده وضربناهم. وطبعا اهم حاجه نصفيهم من القشر كمان، ونبتدي نقلبها ونسيبها لما هتتسبك على النار. ده طبعا مكعب مرقه دجاج، مرقه دجاج اللي هو مرقه الخضار، ده اختياري، حابه تضيفيه تمام، مش حابه ممكن تستبعديه خالص. وهنبتدي نحط معلقه من السكر، معلقه، ونحط بقى الملح والفلفل بتاعنا على حسب طبعا رغبة حضرتك زي ما انت عاوزة. وهنبتدي نقلبهم ونغطيهم بقى ونسيبهم لما يتسبكوا كويس، ويبتدي الإدام بتاعهم يبتدي يظهر كده، يبقى هي اتسبكت بقت 10/10. فاللحظة دي هنبتدي نسلق المكرونة بتاعتنا. أنا استخدمت المكرونة اللي هي الهلالي، استخدمي أي نوع تاني، حبة مرمرية، فرن، أي نوع انت بتفضليه في المكرونة، خواتم، زي ما انت عايزة. ونسلقها لحد ما تستوي معانا، تبقى 3/4 سوا كده، ما تبقاش مسلوقة قوي. وهنا كان صلصتنا اتسبكت، هنزل بقى بالفلفل ده اخر حاجه، علشان انا مش عايزاه يتهرى، ما نزلتوش في اول خضار لانه كان هيتهرى مني. كده في الاواخر لما الصلصه اتسبكت انزل بيه واديله تقلبتين كده. وبعدين هنبتدي ننزل بالمكرونه بتاعتنا، هنا واخده 3/4 سوا، انا مش مسويها قوي لان انا لسه هقلبها بالخضار بتاعي على النار علشان تكمل سويها. وهنبتدي كده نقلبها لحد ما تتشرب الصلصة كلها مع المكرونة. في الوقت ده حابة تضيفي جبنة تركي، جبنة موتزاريلا، حابة تضيفي لها ريحان او زعتر، زي ما انت حابة حطي اي منكهات انت بتحبيها حطيها، ما تتقيديش بحاجة معينة. انا هنا حطيت لها شوية بقدونس بسيطة جدا علشان بس تكسر اللون بتاع الطبق بتاعي. وكانت دي وصفة النهاردة، مكرونة بالخضار، سهلة جدا وبسيطة وكمان اقتصادية. اتمنى تجربوها والطعم ان شاء الله هيعجبكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو الفيديو عجبكم. فوق في المطبخ بتحبكم واستنوها دايما، هتقدم لكم وصفات جديدة على